ازيكم؟ شفت فيديو لشاب عنده 18 سنة. الشاب اللي كل يوم تيجي تقول لك ادخل على يوتيوب وهتعمل ملايين، ادخل على تيك توك وهتعمل ملايين. فجأة وانت بتتفرج بتقول لنفسك انا ايه اللي جابني هنا؟ انا ايه اللي جابني وسط الناس دي؟ تفتكر عمر ما حد فينا فكر ايه اللي هو ممكن يعمله بعد ال40؟ دايما كلنا بنفكر ان احنا خلاص بقى بعد ال40 القطر فاتنا والكلام ده كله. الحقيقة انا كمان كنت بفكر نفس التفكير. دايما كنت شايف ان القطر فاتني، دايما كنت شايف ان انا ما ينفعش اعمل حاجة، انا خلاص بقيت 40 سنة او عديت ال40 سنة كمان. هعمل ايه؟ ايه اللي هبدأ فيه؟ وهل ينفع ابدأ دلوقتي؟ والحقيقة ان انا جاي اقول لك ينفع. بصوا، هي الحلقة دي مش حلقة حاجة هنشرحها على قد ما هي حلقة دردشة. بندردش وبنتكلم مع بعض. احنا دايما شايفين ان جيلنا من اكتر الاجيال اللي اتظلمت، او من اكتر الاجيال اللي بتقول لو كان عندي كذا في الوقت ده، او لو كان عندي التكنولوجيا اللي موجوده في الوقت ده كنت عملت. طب انت اوريدي عندك، دلوقتي موجود في ايديك. الاي اي ما خلاش حاجه في الدنيا كلها ما تقدرش تعملها. فانت ايه اللي يخليك ما تبداش؟ ليه دايما هفضل اقول انا القطر فاتني؟ يمكن القطر فاتني، اخد القطر اللي بعده عادي. ايه المشكله؟ المشكله ان احنا دايما شايفين ان احنا اتاخرنا. احنا ما اتاخرناش ولا حاجه. وحتى يا عم لو اتاخرنا، تيجي متاخر احسن مما تفضل واقف مكانك. دايما خليك شايف ان انت لسه قدامك فرصه، لسه قدامك ان انت تقدر، والله تقدر. الموضوع ما اتخلقش بين يوم وليله. الناس اللي وصلت عمرهم ما كانوا احسن منك. عندك ناس كبار بدأت بعد ال40 وبعد ال50 كمان. مش هفضل بقى اقول لك كلام تنميه بشريه وفلان عمل شركه لا 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 خالص. بس كل الفكره، فكر في الموضوع بالراحه. قول لي انت شايف ايه؟ الدنيا حواليك ماشيه ازاي؟ خليني اقول لك ان انا فعلا كنت من الناس اللي دايما كل يوم بتبص لنفسها انا مش هقدر، انا مش هعمل، انا. وكم احباط وكم مشاكل انت غصب عنك بتلاقي نفسك موجود فيها. بس صدقني لو للحظة فكرنا هتلاقي نفسك ان انت قادر تعمل، قادر تفكر، قادر تبدع، قادر توظف الموهبة اللي عندك في حاجات كتير. انا واحد من الاشخاص عايز اقول لك ان انا بدأت قناة اليوتيوب بتاعتي دي يمكن يدوب من 3 سنين، واهملتها ورجعت كملت، واهملت ورجعت كملت، وهي ماشية. بس في لحظة وقفت مع نفسي قلت هم اللي وصلوا اكيد مش احسن مني. يعني هم عملوا ايه غير اللي انا عملته؟ كل الفكرة ان هم استمروا، جريوا ورا حلمهم وحققوه. بعد كده بدأت تجيلي افكار كتير وتخبطات كتير، وعلى فكرة ورحت وجيت وعملت. بص، كل 3 4 ايام كنت بطلع بحاجة. مرة اعمل بودكاست، مرة احكي حكايات، مرة اشرح لناس ديزاين واشرح فوتوشوب، وعمال اتخبط شوية يمين وشوية شمال. بس الموضوع ببساطة ان انت في الاخر لازم هتلاقي نفسك. اصل انت مستحيل تكون بتسعى وفي الاخر ما تلاقيش، لا لا لازم هتلاقي. واخيرا والحمد لله، انا الفترة اللي فاتت كنت بفكر في مشروع بقالي فترة كبيرة، ولكن الوقت ما كانش مساعد. ولكن لما ربنا اراد الواحد فكر، طب انا اقدر اعمل ايه؟ انا زمان كنت عامل مشروع للطباعات والهدايا والحاجات دي. قلت الله، طب ليه انا ما ابداش في المشروع ده تاني؟ يا عم تبدا ايه؟ انت عديت ال40، انت 41 سنه دلوقتي. ماشي يا عم اجرب، ايه المشكله؟ مش هخسر حاجه. اجرب واخسر احسن من ان انا ما اجربش خالص وبعد كده اندم. وبالفعل جربت، والحمد لله الدنيا بدات تمشي معايا واحده واحده. الفكره كلها ان انا مش جاي انصح او جاي اتكلم معاك في حاجه، لا لا لا. الفكره ان انا جاي اقول لك ان احنا شفنا في الدنيا ولسه ما هنشوف.
اللي كان شغال في بلده بشغلانة كبيرة وبعد كده حصل له ظروف ما فاضطر يسافر زي ما حصل لي، اللي قابل ناس والدنيا ما كانتش احسن حاجة او اتنصب عليه او كلنا قابلنا الحاجات دي وكلنا شفناها. ولكن في الاخر ما بيقدرش يكمل غير اللي هيقدر يقف، اللي هيقدر يشوف نفسه ان هو هيعافر وهينحت في الصخر لحد ما يوصل اللي هو عايزه. كلنا عندنا اهلنا وعندنا عيالنا وعندنا بيوتنا، ومش هقولك ان احنا بنعمل ده عشانهم بس، لا، انا بعمل ده علشانهم وعشاني. فكرة ان الذكاء الاصطناعي بقى موجود دلوقتي عندنا، الفكرة دي فعلا رهيبة. الذكاء الاصطناعي في ايد الشباب الصغيرين الجداد حاجة مبهرة، حاجة بيقدر يطلع منها اللي هو عايزه، لعبة. اما انت في ايدك خبرة سنين وخبرة شغل وخبرة كل حاجة. فانت لما تتعامل مع الاي اي او الذكاء الاصطناعي غير الشاب اللي عنده 20 سنة و18 سنة يتعامل معاه. الوضع مختلف. انت تقدر تطلع منه اللي دماغك شافته في الحياة. هو لا، هو ملحقش ياخد خبرة، ملحقش يشوف في الحياة اللي انت شفته. فصدقني لو عايز تبدأ، هو ده الوقت اللي تبدأ فيه. ناس كتير على فكرة بدأ من زمان، وناس بدأت من قريب انت يمكن ما شفتهمش او ما تعرفش عنهم حاجات كتير. عندك ناس اللي كمل واستمر، والحقيقة انا اتعلمت منهم كتير. واحد زي استاذ وليد طه. وليد طه من اكتر الناس اللي عملت شيفت كارير في حياتها. واحد كان في حاجة وبقى في حاجة تانية خالص، وهو دلوقتي في سنك معدي ال40، ومن الشخصيات الناجحة والشاطرة واللي الناس بيتعلم منها. عندك واحد زي الأستاذ محمود مهدي. عندك أمثلة كتير زي دكتور ممدوح نصر الله وغيره وغيره. الناس دي ليه مكملة؟ علشان هي عندها هدف وعايزة توصل له. الناس دي مكملة لأن فيها ناس بتقدم حاجة. كل الفكرة دور واسعى في اللي انت عايز تعمله. صدقوني انا مش لاقي كلام ان انا اقوله او ان انا افضل انصح او الكلام ده كله، ولكن لا، صدقني لو دورت هتلاقي حاجات كتير انت قادر تعملها. هتلاقي حاجات كتير انت بتعرف بالفعل تعملها. ولكن كل الموضوع محتاج بس اللي يغمزك، محتاج يقولك يلا انت تقدر، انت عندك دي. انا كنت محتاج اللي يغمزني ويقول لي يلا انت عندك دي. ويمكن في ناس كتير ساعدتني، الحمد لله لقيت الطريق. صدقني هتلاقي طريقك. اوعى تقول ان انا خلاص سني كبر ومش هعرف اعمل حاجة. هتعرف، وطول ما انت بتحاول هتلاقي. انا مش عايز اطول عليكم ومش عايز افضل اقول اي كلام، ولكن حبيت اشارك معاكم شوية من اللي جوايا. اشوفكم في حلقة جاية، ويا ريت لو كل واحد عنده تجربة حابب يحكيها لنا، او حابب حتى ان احنا نتكلم عنها بعد ما عدى ال40، ممكن نتكلم عنها. ابعت لي تجربتك على الانستجرام وانا هقراها وهتكلم عنها الحلقة الجاية اوعدك. اتشرفت بيكو. انا احمد المسلمي ودي تك الزرار.